بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج القضية ممكن، وهنتكلم عن ماتش طبعا بتروجيت اللي المفروض انا كنت اتكلمت عليه للاسف امبارح، ولكن ظروف خاصة عندي منعتني ان انا اطلع اتكلم امبارح. فقلت لازم اتكلم النهاردة عن الماتش وعن الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجودة في الماتش، والفريق الغريب اللي انا الصراحة مش فاهم له هو فريق عندي لعيبة كويسة ولا عندي لعيبة وحشة. ولكن في لعيبه فعلا محتاجه ان هي تمشي، خساره انها تكون موجوده في نادي بحجم النادي الاهلي. هنتكلم عليها، وهنتكلم عن المشجع اللي شتم رامي ربيعه، وهنتكلم عن البوست اللي رامي ربيعه نزله. هنتكلم على كل ده. خلينا الاول نبدا بالماتش. انا بصراحه فرحان بالكابتن عماد النحاس، وطبعا احنا مش هنقدر نقول ان دي بصمه واضحه. هو الراجل لعب بخطه 4-2-3-1، الخطه المعتاده بتاعت النادي الاهلي اللي بيلعب بيها، اللي بيعتمد فيها على صانع العاب. ولو ان كنت امبارح اتمنى في التشكيل اللي يبدا الماتش عمرو السولية زي ما هو مكانه، جنب منه امام عاشور، اتنين ديفندرات، وصانع الالعاب يبقى قفشه. الراجل احنا عايزين نرجعه تاني للمنافسه، وعايزين نرجعه تاني للملعب، ولازم يبقى موجود لان احنا محتاجين كل لاعب موجود في الفرقه. ولكن كابتن عماد النحاس يعني بصراحه اثبت لنا، مش هنقول ان كولر كان يعني زي ما قلت لكم اللاعب اللي بيجي على المعده فحلو ويلعب، واللاعب اللي مش جاي على المعده حتى لو كويس ما بيلعبهوش. كلنا شفنا عمرو السولية امبارح اللي هم كانوا بيقولوا انه مش هيجدد وانه هيمشي وخلاص كفايه عليه كده، وان كولر مش ناوي يلعبه تاني. نفوجئ امبارح ان عماد النحاس حط عمرو السولية. واقسم بالله العلي العظيم انا امبارح كنت حاسس ان السولية ما كانش قاعد دكه بقاله فتره وما بيلعبش. كنت حاسس ان السولية بيلعب باستمرار ما بيقعدش دكه. والله امبارح ما شاء الله عليه، اوفرات ايه وكروسات ايه وشوط ايه. عمل امبارح ماتش حلو. طبعا الاهلي بدأ الماتش ضاغط على فريق بتروجيت، لحد ما طبعا ما انتوا عارفين احرز هدفين. الهدف الاولاني كوره اتشتتت من دفاع بتروجيت بالغلط، ردها محمد هاني بالهيد، خدها امام عاشور دخل جوه ال 18، عملها عرضيه لوسام اللي هو جاب الجون وما احتفلش وما جراش عشان بيقول، هو عايز يقول يعني يا جماعه ده انا مش انا، مش ده، مش انا وسام. يعني هدف، انا جبت هدف، ده انا بقالي ياما ما سجلتش ومش مستوايا ان انا يعني ايه، انا مش في مستوايا، انا لسه ما فوقتش. عشان كده ده وجهة نظري، يعني ان هو ما جراش وما احتفلش بالهدف، ان هو كده كده اصلا يعني ده مش مستوايا، يعني انا لسه عندي احسن من كده، او مش ده وسام اللي انا اعرفه. هو بيقول لنفسه كده يعني. ثم ضغط امام عاشور يضيع كرة تضيع من وسام ابو علي بالهيد. ثم تيجي ركنية يلعبها بن شرقي لطاهر، طاهر يريحها لعمرو السولية ابو ليلى عشان يجيب الهدف التاني للنادي الاهلي. وفضلنا الاهلي ماشي بشكل كويس، هجمات امام عاشور يضيع، عمرو السولية شاط كرة الحارس صدها بايده. ثم طاهر زي ما قلت لكم، وسام ضيع كرة بالهيد، ثم طاهر يضيع كرة بالهيد من جوه السكس ياردة، والماتش ماشي على العال. رامي ربيعة يسكت؟ لا، ازاي ما يبقاش رامي ربيعة؟ ما يبقاش رامي ربيعة اللي ما يعني لازم كل ماتش يعمل لنا كارثة. عاملين اول 30 دقيقة، ده الاهلي اللي انا اعرفه. من احنا بقى، انا بقى لي زمان فعلا، بقى لي فترة ما شفتش النادي الاهلي بالمنظر ده، اللي هو خد وهات وتيكي تاكا واوفرات وكروسات وسيروهات وحاجات كانت غايبة عننا بقالها ياما. تعرفش كولر كان بيمد اللعيبة في اوض اللبس ويقول لك ان اللي يلعب حلو يتمد؟ عشان افهم، ما هو انت ما حدش يقول لي المستوى بتاع امبارح ده. دول لعيبه الاهلي اللي كانوا موجودين مع كولر، الناس دي كانت بتنزل فوق اوض اللبس تتمد، يتضربوا. عشان كده ما اللي هيلعب حلو هيتمد، اللي هيلعب حلو مش هيلعب تاني. يعني ملهاش حل غير كده. هي اللعيبه امبارح فوجئنا ان اللعيبه تحس ان هي كانت محبوسه وربنا فكها. كانوا مضروبين على قلبهم او في حاجه على صدرهم وربنا زحها. اللعيبه كلها نازله تحس ان عندها مزاج، عندها يعني بالها رايق، مزاجها رايق، جايين على اللعب. معرفش، علامة استفهام كبيرة على مستوى الاهلي امبارح من المستوى اللي كان مع كولر. تعرفش، ما تعرفش، والله العظيم ما عارف. لعيبة، هي اللعيبة
ولكن بص مع كولر كانوا عاملين ازاي، وبص امبارح كانوا عاملين ازاي. تحس ان هم مفرفشين نازلين متكيفين. طبعا يجي رامي ربيعه زي ما قلت لكم يقوم ملبسنا ضربه جزاء بكش في اونطه. هي ضربه جزاء صحيحه ولكن غشيم. ده لو واحد ناشئ مش هيعمل كده. انت داخل اصلا شايط الراجل، مش شايط الكوره، ده ما لمس الكوره اصلا. لعيب مدافع اهوج ساذج لبسنا ضربه جزاء بكش في اونطه. الشناوي اللي كان بيصد اصعب من الكور دي 100 مره، الكره تدخل عليه بكل بساطه. ما تقوليش ازاي، انت شفته بعينيكم امبارح. ثم الجون التاني برضه اختراق من المدافع، عدى من بن شرقي الباك الشمال بتاع بتروجيت، عدى من بن شرقي ما اعرفش عمل ايه. فالمهم عدى من بن شرقي بيعملوا الكرة كده، راح معدي منه، قام رايح عاملها عرضية عدت من الدفاع بتاعنا اللي على الله، اللي على الله حكايته على ما تفرج، وراحت للشناوي بيتفرج زيه زينا برضه. هو الجون ده مش هيسأل عليه بقى لوحده، يعني هو بالدفاع. ما اعرفش كوكا كان بيعمل ايه مع المدافع او مع المهاجم يعني بتاع بتروجيت، انا ما اعرفش كان بيعمل معاه ايه، يعني بيسلمه بيعدل له الكوره، انا مش فاهم. المهم ان هم جابوا الهدف الثاني، تعادلوا في دقيقتين وانت كسبان 2-0 وعامل عليهم ماتش. انا بقول لكم من زمان ما شفناش الاهلي بالمنظر ده. طب ايه يا عم شناوي، يا عم الدفاع. الشوط الاول طبعا خلص 2-2. نزلنا الشوط الثاني طبعا جريديشار وراح معدل الكابتن عماد النحاس في الخطه، وراح منزل قفشه ومنزل حسين الشحات اللي بقاله فتره غايب مش معانا، معرفش مشكلته ايه ولا بيفكر في ايه. ثم قفشه بدأ يحرك الفرقه شويه. جريديشار كوره من ضربه ثابته من فاور تتعمل عرضيه بالهيد، تعدي من طاهر تقريبا ومن وسام، تروح لجريديشار، لا عدت من وسام لان الطاهر كان خرج ونزل مكانه الشحات، تعدي من وسام ابو علي تروح لجريديشار على الطاير في الجون. الهدف الثالث للنادي الاهلي، هدف جميل. طبعا عندنا اللي في سنه بيتقال عليه ناشئ، يعني جريديشار ده عنده 22 سنه. عندنا هنا اللعيبه اللي في سنه، هو لاعب على فكره منتخبات ومنتخب اول في سلوفينيا. اللعيبه اللي في سنه عندنا هنا بيتقال عليهم صغيرين ولسه محتاجين ياخدوا خبرات. محدش سالني ازاي. طبعا في قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي الدنيا ماشيه زي ما اتكلمنا قبل كده، الدنيا ماشيه بالحب وبالوسايط، لان ده لو قطاع ناشئين بما يرضي الله كنت هتلاقيه كل سنه بيطلع لك جواهر على كم الملايين اللي بتتصرف عليه. ولكن خليه هي ماشيه بالفهلوه وبالحب. طبعا جردشار جبنا لنا الهدف الثالث، بدانا ناخد نفسنا، بدانا نهاجم نهاجم نهاجم. طبعا استحواذ سلبي ملوش اي قيمه ولا اي معنى. طبعا الشوط الثاني زي ما قلت الكابتن عماد النحاس عدل الخطه، لعب باتنين مهاجمين جريديشار ووسام جنب بعض. كويس ان احنا كسبنا، احنا كنا هنتعادل. طبعا نيجي بقى لمين؟ محمد هاني. هو محمد هاني ده مقتنع ان هو باك يمين في النادي الاهلي؟ يعني انت محمد هاني مقتنع ان انت باك يمين في النادي الاهلي؟ انت ولا اوفرات ولا عرضيات ولا بتدافع حتى ولا بتعمل اي حاجه. يعني احنا جبنا عمر كمال كان جايبينه متوهج وبيلعب عشان نقعده دكه وكولر يموته لمحمد هاني. زي ما بقول لكم والله في لعيبه في الاهلي ما تستحقش تبقى موجوده في النادي الاهلي، مش عشان هم وحشين يعني، اقصد كشخصيه مش وحش، لا احنا مش هنعيب على خلق الله يعني، لكن انا بتكلم في ايه، ما ينفعوش، مستواهم لا يرتقي ان هم يكونوا في النادي الاهلي. رامي ربيعه بقى ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح واشرف داري مستواه كويس وكل حاجه، ولكن اصاباته كتير. اللي اتكلمت عليه اللي قلت لكم، انا شامم ريحه محمود متولي جديد في الاهلي، كل شويه يمسك خلفيه ضمه، كل شويه اصابات. المشكله ان محمود متولي كان مصري فكده كده ما كانش مزعلني، بياخد بالمصري. انما انت جايب واحد اجنبي بياخد بالدولار واخد مكان اجنبي، فانا مش هعرف اجيب محترف غيره. فالاحلى او الاولى ان احنا نمشيه ونجيب غيره، لان ده واخد مكان عندي على الفاضي وبيقبض مرتبه بالدولار والاسم محترف، فانا امشيه واجيب حد تاني استفيد بيه. ده والله اللي اتكلمت فيه من زمان. مش لازم نستنى 4 5 مواسم لحد ما نجيب اخرنا منه ويبقى هيعتزل عندنا ونمشيه. لازم الواد ده، ولازم عمر كمال ياخد فرصة ويلعب.
لازم عمر الساعي ياخد فرصه ويلعب، لازم اللعيبه دي تلعب. انت داخل على على بطوله كاس العالم، محتاج كل لاعب، واحنا مش هنجيب اللعيبه نجوم من فرقها عشان تموت عندنا. اشرف داري لازم نشوف له حل، اصاباته كتير، راجل بتاع اصابات كتير، يبقى شكرا مع السلامه، نشوف غيرك. رامي ربيعه، انت واحد دخل شتمك، انا ماليش دعوه، انت نزلت قلت جمهور الاهلي، جمهور الاهلي محترم يا كابتن رامي. جمهور الاهلي اللي انت بتقول عليه ده جمهور واحد محترم من الجمهور وبتقلس، الجمهور ده هو اللي دعمك في كتر اصاباتك، اللي انت كنت كل شويه اصابات اصابات، كنت بتيجي الموسم بتلعب ماتش او ماتشين في الموسم، الجمهور ده اللي كان بيقف في ظهرك وكان بيسندك. ما تقولش بقى، تقعدش تلقح بقى بالكلام. فانت المشجع بقى اللي دخل شتمه، يا جدعان دي كوره، مش عايزين نخليها تعدي اطار الكوره والتسليه. اه يا عم انت راجل اهلاوي او راجل زملكاوي على دماغي متعصب لفرقتك، ولكن ما تغلطش في حد باهله. الطبيعي هتغلط في اهله، ما هو انت ما واحد بيتشتم بامه وابوه واهله وناسه، هيعمل ايه؟ احنا مش عايزين نعدي الكوره ان هو يعني ايه، تعدي من اطار انها تسليه، احنا بنتسلى، احنا بنفك عن نفسنا، بتشجع الفرقه اللي انت بتحبها، فما فيش داعي ان انا اغلط في ده او اشتم في ده. انت ممكن تشتمه وانت بقى تشتمه هو، يعني احنا مش هنقول ان هو الشتيمه صح، لا هو غلط، بس احنا يا عم هنقول انت عايز تشتمه، انت لعيب بارد، انت لعيب خنيق، العب كوره، انت ما بتعرفش تلعب، انما تشتمه بامه واهله مرفوض، محدش يوافق ومحدش يرضى بكده. فانت يا كابتن رمزي زي ما انا بقول لك، انت الجمهور كان هو اللي بيدعمك، كنت بتلعب معانا ماتش او ماتشين في موسم بحاله، والجمهور ده اللي كان بيقف في ظهرك لما بترجع من الاصابه. فبلاش، انت اصلا مستواك مش اللي هو. ففي لعيبه ياما محتاجه تمشي من النادي الاهلي، احنا محتاجين نغيرها، لعيبه مستواها كمستوى في اللعب مش الشخصيه، لا يرتقي ان هو يكون في النادي الاهلي. تمام. فالشناوي كان يعني ضربه الجزاء، احنا بنصد ضربات جزاء احسن من كده يا عم شنو، ايه اللي حصل؟ انت كنت الشناوي السد العالي وحارس مصر الاول، للمستوى اللي انت وصلت له ده ازاي وليه؟ يعني انت كنت فين وبقيت فين؟ فالشناوي خلاص كده شكرا، بقاله فترة مستواه كده مش بيتغير، ما بيتعلمش. فأنا شوبير جايله عرض في اسبانيا، لا والله يعني اتمنى انه يترفض، وتعالى يا ابو شوبير متشكرين منك يا عم شناوي، انت كتر خيرك والله، انت تعبت معانا واخدت معانا بطولات، وانت كواحد من كباتن النادي الاهلي واساطير النادي الاهلي، تعالى يا عم امسك منصب يتكرم بما يليق بيه وبالنادي الاهلي وباللي عمله مع النادي واللي قدمه للنادي. يمسك منصب اداري، يطلع مثلا ياخد له فتره معايشه بره، المهم ان هو طبعا يرتبط بالنادي ما يبعدش. تمام، ويتوجه له الشكر، وشكرا يا عم شناوي على اللي انت عملته معانا في الفتره اللي فاتت، ويمسك شوبير الرايه مكانه. مستقبل حراسه المرمى في مصر هيبقى في الكابتن مصطفى شوبير، ومستقبل النادي الاهلي هيبقى حارس مصر الاول الجاي. والولد مستواه ثابت ما شاء الله، ومستواه حلو وبيطور من نفسه، فحرام نخسره. مفيش بديل ليه، مفيش بديل ليه. هتقول لي حمزه علاء، هقول لك حمزه علاء لسه بدري عليه، حمزه علاء لسه بدري عليه. ففي لعيبه في الاهلي محتاجه ان هي توجه لها الشكر على اللي عملوه معانا، ومع السلامه شكرا، انتوا كده تمام قوي، ونجيب غيرهم نغير الدماء. انما احنا امبارح نشوف اللعيبه متالقه وبتلعب ويجي واحد زي رامي ربيعه ده على مستواهم. طبعا انا مش بقلل منه، مش تقليل منه، انا اقصد مستواه واقع. كل ماتش لو تفتكروا بيعمل لنا كارثه، ماتش بيراميدز عمل كارثه، لولا ان الحكم عداها كان هتتحسب ضربه جزاء وعدت. كل ماتش بيعمل كارثه، ويطلع يقول لك اصل مش عارفه مشجع محترم، يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب. الشناوي انت مستواك ده، انت امبارح ما طلعتش كوره صح، انت كل ما تطلع على كل كوره بتعمل كارثه، كل ما تطلع على كل كوره بتطلع كارثه. ده ياسر ابراهيم شال كوره من الخط من الجون. ففي حاجات لازم لها وقفه، وحاجات يعني ايه مش مفهومه بتحصل، حاجات مش مفهومه. الاهلي مع كولر غير الاهلي بتاع امبارح. انا والله واحد من الناس عايز عماد النحاس ينجح، انا بحبه، بحب شوقي، بحب يوسف، اي حد محب للنادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي انا بحبه. قولا واحدا، اسطوره مش اسطوره، اي حد مخلص في حبه للنادي الاهلي وبيخدم النادي الاهلي بعينه وبحب وانتماء واخلاص انا بحبه، هو كده. فالاهلي امبارح عمل ماتش جميل، عقبال اللي جاي، وان شاء الله باذن الله يعني
ان شاء الله بقى احنا بنلعب على البطوله دي الوحيده اللي فاضله، ان شاء الله باذن الله ربنا مش هيخذلنا وهنكسب او هناخد الدوري. وانا عندي حسن ظن بالله ثم بالنادي الاهلي ان احنا هناخد الدوري ان شاء الله باذن الله في الجزيره. واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. متنسوش تدعوا والدي بالرحمه والمغفره وان ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته، اللهم امين. السلام عليكم.